الاهلي بيكسب فاركو 2-1 في الدوري المصري وبالعافيه. وليه بالعافيه يا عم احمد؟ هقول لك لان اللعيبه كلها وحشه. طب ليه وحشه؟ طيب هقول لك يا باشا، لما تكون الشوط الاولاني كله وتروح عليك هجمه واحده او فرصه واحده ويجي منها جون، يبقى في حاجه غلط. اما بالنسبه لكوتش كولر النهارده، مش عارف بصراحه، احنا عندنا 2 مهاجمين ليه حاطينهم في التلاجة وبنلعب اي حاجه تانية او بنسخن اي حاجه وبنلعب بيها؟ حرفيا انا مش عارف. يعني لما يكون عندي محمد شريف وحسام حسن وشادي حسين اطلعه بره خالص والعب ببرونو سافيو مهاجم، او يخش كريم يزيد او محمد مجدي قفشه يزيد، بصراحه علامه استفهام كبيره. ونفسنا نفهم الحته دي. لو انا ما عنديش غير مهاجم واحد صريح والباقي مصاب، هقول لك ماشي، والراجل عنده حق وبيعمل كده ايه، بيجرب. انما ده مش وقت تجارب ولا وقت الكلام ده خالص، لان فاركو كانت يعني شبه كانت مستسلمه للنادي الاهلي. انما اللي احنا شفناه دوت حاجه غريبه جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بص يا باشا، هقول لك ليه يا باشا احنا كسبنا بالعافيه والنهارده احنا النادي الاهلي وحش، اللعيبه من أسوأ لأسوأ. ليه يا باشا؟ لأن الماتش اللي فات زي ما قلت لك برضو احنا كان مطرود منهم واحد وراحوا بفرصتين طول الماتش، فرصة جت جون والفرصة التانية محمد عبد المنعم شالها من الجون. النهارده نفس الكلام، هم فرصتين كابتن شناوي مش عارف بصراحة، يعني لا قفل الزاوية لا قفل النص ولا قفل الزاوية اللي على شماله، والكرة اتشاطت انا شايفها ضعيفة، مش اللي هي يعني القنبلة، وفي الاخر برضو دخلت. وفي كده تراخي كده في نص الملعب. نص الملعب النهارده كان ممسوك مننا مش عارف ليه. ديانج النهارده كان عمال يقع لوحده ليه؟ حرفيا مش عارف. يعني انا شايف السوليه النهارده كان شايل نص الملعب، بس برضو كان في باصات بتطلع غلط. مجدي قفشه نفس الكلام، في باصات بتطلع غلط. كريم فؤاد مش هو كريم فؤاد بتاع المطوشه اللي فاتت اللي احنا كنا بنقول عليه كريم فؤاد. طب في ايه يا جماعه؟ حرفيا انا مش عارف في ايه، اللعيبه مالها مش مدركين النهارده. يعني انا يعني هنفضل لحد امتى كابتن شناوي نتكلم عليه؟ يعني انا بصراحه زهقت من كتر الكلام على كابتن شناوي. طب ايه المشكله لو ادينا شويه لعلي لطفي او مصطفى شوبير ماتش وماتش نشوف ايه الدنيا؟ حقيقي مش فاهم ليه مثلا كابتن شناوي مش في المستوى بتاعه فاريحه شويه لحد ما يرجع مستوى؟ دي حرفيا علامه استفهام كبيره. اما بالنسبه لكوتش كولر، انت ليه يعني ليه برونو سافيو؟ ليه هو المهاجم؟ ليه؟ انا لو ما عنديش مهاجمين هقول لك ماشي، انت راجل زي الفل وبتغير كده وبتعمل ايه، يعني بتبقى بتامن بنفسك كده، بتحط مهاجم بره لحد لحاجه تحصل وبتاع، لما اكسب مثلا الراجل انزله الشوط الثاني. انما انت نزلتهم الاثنين الشوط الثاني، طب ليه؟ يعني انا دلوقتي، وليه التغييرات المتاخره قوي قوي قوي؟ الدقيقه 75 والدقيقه 86 ليه يعني؟ انا مش فاهم. طب افرض دلوقتي الجون الثاني ما جاش، يعني انا مش فاهم. ده الحمد لله كرم من ربنا ان الجون التاني جه، مع ان فاركو الشوط الاولاني كانت مستسلمه. عارف انت لما بتلعب ملاكمه والواحد كده خلاص هو واقف وانت عمال تضرب فيه، بس انت ما بتفنش، انت عمال تضرب وبتهوشه لحد ما هو جاب جون وفاق عليك في الشوط التاني، وكان هيجيب جون تاني كمان لما نزل 2 الافارقه، وفارجو رجع في الماتش وطمع في الماتش بعد ما كان مستسلم لك، وانت رحت بفرصه واثنين وثلاثه، واحنا للاسف مش عارفين نخلص. حرفيا اللعيبه من اسوأ لاسوأ، مش عارف ليه. ايه اللي في دماغ اللعيبه لما بتنزل الماتش؟ حرفيا مش عارف في ايه، في حاجه مش طبيعيه. انا مبسوط جدا 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 من كوتش كولر ان هو بيدور اللعيبه. العب يا محمد يا هاني، العب يا ياسر يا ابراهيم، العب يا ديانج، بيريح. لكن حته برونو سافيو دي غريبه جدا جدا جدا. تمام، حلو ان انت بتدور اللعيبه عشان يبقى كله جاهز معاك، بس بجد لا، اللي انا شفته النهارده ده صعب 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 صعب، لان فاركو كانت مستسلمه لك وكانت في غلطات بتيجي من عندهم خالص، وللاسف احنا ما بنستثمرش الغلطات دي. الماتش كان بتاعنا من الاول، من اول دقيقه احنا اللي صعبناه على نفسنا. لحد امتى هيفضل الهجمه اللي بتروح علينا بجون دي؟ انا مش عارف، علامه استفهام، وامتى هنعالجها؟ لحد امتى كابتن شناوي هيرجع كابتن شناوي؟ انا برضو مستغربها وعلامه استفهام. كل ده علامات استفهام لكوتش كولر. لحد امتى هتفضل تتاخر في التغييرات؟ برضو غريبه وبرضو علامه استفهام. الحمد لله النهارده على المكسب، والحمد لله مركز اول زي ما احنا متعودين، بس بجد حرفيا انا زعلان
وكل الاهلاويه اكيد زعلانين. انا طبعا فرحان بالمكسب، بس الاداء مش ده، الاداء مش احسن حاجه، ولا حتى واحنا متعادلين مش هو شايفين الضغط بتاع النادي الاهلي ان انت حاسس ان انت هتجيب جون. بالعكس انا فقدت السيطره وقلت خلاص احنا كده الماتش طلع تعادل، وربنا يستر من الاثنين افارقه اللي نزلوا ما يجيبوش جون كمان ويخلص الجون 2-1 او عمرو جمال كان يخطف جون. الحمد لله. يا رب يا رب الفترة اللي جاية أو الماتش اللي جاي نشوف أحسن، لأن الفرق كلها في الدوري مفيش فرق سهلة، كلها فرق صعبة من أصعب لأصعب. أشوفكم دايما على خير. سلام.